والمرة الصح تقف في ظهر رجلها. واعملي حسابك يا أمينة، القرش في الموضوع ده هيرجع الطاقة 10. هعيشك في النعيم يا منية النفس، ونخرج من القبر اللي احنا عايشين فيه ده. طب سيبنا فكر. تاني يا أمينة؟ تاني وتالت يا هتلر، سيبنا فكر. فكر. فكرتي هتلر. طبعا عارف يا صالح الطار اللي بين عيلة زينهم وبين عيلة عبد الصمد. عارف يا بيه. وعارف ان عيلة زينهم وقع منها 5 شباب وعيلة عبد الصمد 4. وعارف ان عيلة زينهم بيفكروا ازاي يقتلوا الخامس من عيلة عبد الصمد. لو حصل ده يا صالح البلد هتولع. ربنا ما يجيب ولعة، بس اللي حضرتك ما تعرفوش ان عيلة زينهم وعيلة عبد الصمد هيتقابلوا النهارده عندي في المنظرة. ازاي؟ كيف حصل ده؟ الحمد لله بنعمة وفضل من ربنا. العيلتين بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني. مش بس كده، انا كمان لقيت الحل. حل ايه؟ كبير عيلة عبد الصمد قال قدام البلد كلها انه مستعد يدفع اكبر دية عيلة زينهم توافق عليها. والله لو ده حصل تبقى عملت معجزة كبيرة. اعتبره حصل يا بيه. ابويا الله يرحمه قال لي لو حكمت بين الناس بشرع ربنا وبالاصول الحديد هيلين في يدك. الحمد لله، اعتبرها مشكلة وخلصت. افتحوا الباب. اتفضلوا. على قد ما كنت حزنان على اللي حصل ما بينكم، على قد ما انا فرحان انكم تحت سقف واحد دلوقتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. عيلة عبد الصمد قدام البلد كلها جنحوا للسلم. ربنا عز وجل قال إيه؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. صدق الله العظيم. علشان كده اكتب. عايز عيلة زينهم تقول ورايا: نشهد الله العظيم، نشهد الله العظيم إننا عفونا عنكم وعن عائلتكم وليس في قلوبنا حقد ولا غل ولا ضغينة، والله على ما نقول شهيد. كبير عيلة عبد الصمد كيف ما شفنا قدام البلد كلها قال ايه؟ قال مستعد ان ندفع اي دية. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. اكتب: ولقد قررنا على ان تكون الدية 1,000,000 جنيه يتم توزيعها على اولياء الدم حسب ميراثهم الشرعي من الضحايا. عيلة عبد الصمد يقولوا ورايا: تبنا الى الله ورجعنا إلى الله وعزمنا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. وعزمنا أن نعود المعاصي أبدا. يا حاج عبد الستار، إحنا بنقول إيه؟ عزمنا على أن نعود إلى المعاصي. إحنا بنعمل إيه؟ وعزمنا ألا نعود إلى المعاصي أبدا. ألا نعود إلى المعاصي أبدا. والله وكيل شهيد. الفاتحة. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان.
كل ويشبع يا حبيبي. ألف هنا وشفا يا حبيبي. بص يا هتلر، أنا موافقة، بس في الأول أعرف هتعمل بيهم إيه. مقبرة يا أمينة، مقبرة حاطط يدي عليها من 3 سنين. كل اللي محتاجه عدة حفر ب70,000 جنيه. عملت كل حاجة عشان ألم، ما عرفتش. بالك يا أمينة لما أبيع الخير اللي جواها، العشة دي هتبقى قصر. الفلوس هخلي كل البشر اللي في البلد دي تحت طوعي. مفيش كلمة هتمشي غير كلمتي، هتمشي على أتخن شنب في البلد دي، وأولهم صالح القناوي اللي هاخد منه حقي قدام البلد كلها. كل شبر في البلد دي هيبقى ملكي، وقانونها هيبقى قانوني. قانون هتلر. عامل ايه يا ولدي؟ الحمد لله. لساك بتذاكر يا زين؟ خلصت. خلصت مذاكرة ما خلصتش وكل. شو بقى؟ ربنا يرضيك يا ولدي، اوعاك تنام قبل ما تصلي العشاء. حاضر، هصلي دلوقتي. يلا ادعي لامك ربنا ينتعها بالسلامة يا ولدي. يلا.